عمرك دخلت محل وقبل حتى ما تبص حواليك لقيت بياع ظهر لك ولازق فيك وبيقول لك تحب اساعدك، والنتيجة حسيت انك عايز تمشي اصلا؟ في المقابل ممكن تخش مكان تاني تفضل تتمشى براحتك، واول ما تبدأ تلف بعينك كأنك بتدور على حد تسأله، فجأة تلاقي البياع ظهر وسألك باحترام وبيقول لك اساعد حضرتك ازاي؟ ليه الاولاني خلاك تهرب والتاني خلاك تحس انك فعلا محتاجه؟ البياع اللي بيلاحق العميل من اول لحظه بيخليه يحس انه متراقب ومجبر انه يشتري اصلا، وده بيخليه يدافع عن نفسه بطريقه تلقائيه اصلا ويفضل انه يمشي وما يشتريش. اما البائع الذكي فهو اللي بيسيب العميل ياخد وقته براحته، لكن في نفس الوقت بيكون قريب منه ومستعد يظهر له في الوقت الصح. زي مثلا محلات الملابس، ليه لما تخش براند كبير زي زارا او بريشكا او اتش اند ام بتلاقي البياعين موجودين كتير لكن محدش بيضغط عليك خالص، بالعكس بتاخد وقتك، واول ما تحتاج تسأل عن حاجة تلاقي البياع ظهر فجأة. او مثلا معارض العربيات، في بياع تلاقيه ماشي وراك في كل خطوة اول ما تخش المعرض، وفي معارض تانية بيسيبك براحتك واول ما تبدأ تبص على عربية معينة يظهر جنبك ويديلك المعلومة اللي تخليك مهتم اكتر. او مثلا زي المطاعم والكافيهات، في مطاعم تدخلها تلاقي الويتر واقف فوق دماغك مستنيك تطلب، في مطاعم تانية الويتر بيراقبك من بعيد واول ما يحس انك محتاجه يظهر ويسألك تحب اساعد حضرتك في الاختيار. ازاي تخلي العميل هو اللي يطلب مساعدتك؟ اولا راقب العميل من غير ما تضغط عليه، ما تقفش فوق دماغه لكن خليك قريب كفايه بحيث ان هو لو احتاجك يلاقيك جنبه. تابع لغه الجسد، البادي لانجوج، لما تلاقيه بيلف بعينه او متردد في منتج مثلا معين ماسكه في ايده كده، هنا فرصتك انك تدخل بلطافه وتقول له لو محتاج اي معلومه انا مع حضرتك. اديله مساحه القرار، العميل لازم يحس ان هو بياخد وقته في القرار مش انه متراقب او مضغوط عليه في حاجه. فاكر اخر مره كنت في محل وهربت بسبب البياع؟ قول لي في الكومنتس، ولو عندك تجربه حلوه مع بائع محترف احكيها لي.